تخيل كده معايا ان انت راجع بعد يوم شغل طويل جدا، او كنت في الجامعه مثلا وراجع بعد يوم كله محاضرات، وكل اللي نفسك فيه ان انت ترجع بيتك ترتاح شويه. اول ما دخلت البيت لقيت البيت كله كراكيب، كراكيب في كل مكان، تبص يمين تبص شمال تلاقي كراكيب، تخش من اوضه لاوضه علشان تشوف مكان واحد بس تقعد فيه وترتاح، ومش لاقي اي مكان بسبب الكراكيب اللي موجوده جوه البيت. احساس يخنق، مش كده؟ الكراكيب عموما هي حاجه مزعجه جدا، مش بس حاجه مزعجه للعين، لا دي كمان بتاثر على البرودكتيفيتي بتاعتك، ودايما بتحس ان انت وراك حاجه محتاج تخلصها. وخلي بالك الكراكيب مش بس الكراكيب الماديه اللي هي شويه حاجات متنطوره قدامك، لا ده في انواع كتيره جدا من الكراكيب. ازيكم عاملين ايه؟ انا احمد البكل، والنهارده هنتكلم عن الكراكيب، بس مش بس الكراكيب الماديه اللي احنا بنشوفها قدامنا طول الوقت، ده في انواع كتيره جدا من الكراكيب. فيلا بينا. الكراكيب عموما حاجه مزعجه جدا، مش بس مزعجه للعين، لا دي كمان بتاثر على البرودكتيفيتي بتاعتك، وبتاثر على انتاجيتك ان انت تخلص حاجه معينه. فتخيل كده ان انت وراك حاجه معينه بس الحاجه دي متغطيه بكراكيب، دايما هيجي في دماغك ان انت عشان تبدا الحاجه دي فانت محتاج تتخلص من الكراكيب دي الاول، فبتزود عليك تاسك زياده او مهمه زياده، فبتخليك دايما تاجل اللي انت عايز تعمله اكتر. دايما بنحس ان احنا كل ما بنمتلك حاجات اكتر كل ما بنبقى دي حاجه احسن، بس للاسف دي مش حقيقه. هو احنا كل اللي بنعمله احنا بنزود الكراكيب على نفسنا مش اكتر. اول ما حد بيجيب قدامك سيره الكراكيب، اول حاجه هتيجي في دماغك هي شويه هدوم متكومه على بعض، او شويه كتب محتاج تروقها. دايما هيجي في دماغك الكراكيب الماديه او الحاجات الفيزيكال اللي انت تقدر توديها من مكان لمكان او تروقها. بس اللي احنا مش واخدين بالنا منه ان في انواع كتيره من الكراكيب غير الكراكيب الماديه دي. في كراكيب رقميه او اللي هي الديجيتال كلاترز، وعندنا كراكيب نفسيه وكراكيب عاطفيه وحتى كراكيب روحيه. من الاخر الكراكيب هي اي حاجه بتمنعك او بتعطلك ان انت تحقق اهدافك، او ان انت تبقى برودكتيف اكتر، او ان انت تعيش الحياه اللي انت عايز تعيشها. اول حاجه هي الكراكيب الماديه، ودي اللي كلنا عارفينها، مش هتلاقي اتنين مختلفين ان الكراكيب هي عباره عن شويه هدوم متخزنه جوه الدولاب، او حاجات موجوده تحت السرير محتاجين يتوضبوا، او حتى درجك اللي مليان حاجات كتيره جدا، كل ما تدور على حاجه تفضل تقلبه من فوق لتحته وفي الاخر ما تلاقيش الحاجه دي. تاني حاجه هي الكراكيب الرقميه او اللي هي الديجيتال كلاترز، ودي عباره عن ال10 20 او حتى 50 الف ايميل اللي موجودين عندك في الانبوكس، او حتى ممكن يكون فيديوز على اليوتيوب عملت لهم سيف وقلت هتتفرج عليهم بعدين، ولغايه دلوقتي انت مش عارف الفيديوز دي انت مسيبها امتى ومسيبها ليه، بس الليست عماله تطول منك وخلاص. وفي كمان الكراكيب النفسيه اللي هي ممكن تكون عباره عن مخاوفك او حتى احلامك اللي مانعينك ان انت تبدا تاخد خطوه في حياتك. وفي نوع مهم برضو من الكراكيب هو الكراكيب العاطفيه، اللي هي معتقداتك اللي انت شايلها معاك وفاكر ان هي مش بتاثر فيك، او حتى الكلام السلبي اللي الناس بيقوله لك، او الكلام اللي انت بتقوله لنفسك وفاكر ان الكلام ده مش هيأثر فيك بشكل او باخر. اخر نوع هو الكراكيب الروحيه اللي هي مش بتخليك عايش في سلام نفسي مع نفسك. ده ممكن يكون بسبب ان انت مش قادر تسامح حد على حاجه عملها، او حتى مش قادر تسامح نفسك على حاجه انت عملتها قبل كده، فده بيمنعك ان انت تفضل عايش في انر بيس مع نفسك، في سلام داخلي كده مع نفسك، ان انت من خلاله تقدر تبقى احسن. بغض النظر عن نوع الكراكيب اللي جه في دماغك دلوقتي وبتقول ان انت فعلا عندك مشكله في النوع ده ومحتاج تاخد خطوه علشانه، في جمله مهمه قوي سمعتها بتلخص الموضوع الكراكيب ده كله في جمله واحده، وهي ان الكراكيب هي عباره عن قرارات متاجله. فكر فيها كده، هتلاقي فعلا ان الكراكيب الماديه مثلا هي ما ظهرتش فجاه من العدم. هو كان الموضوع كله بدا بتيشيرت، والتيشيرت ده جاب بنطلون، والبنطلون ده جاب جزمه، وعلى تيشيرت تاني، فبقى عندك كومه متكومه عباره عن شويه هدوم محتاج تروقهم، محتاج تاخد قرار انك تروقهم. او حتى اي نوع تاني من انواع الكراكيب، هتلاقي دايما ان انت في قرار معين كنت محتاج تاخده في وقت معين وانت اللي ما خدتوش، وبسبب ده الكراكيب اتكومت على بعض. علشان تبدا تتحرك في الطريق الصح محتاج تبدا تاخد قرار. القرار ده ممكن يكون سهل، ان انت تقول انا هوضب اوضتي النهارده، وفي قرارات تانية هتاخد ايام، زي مثلا انا هفضي 10 ايميلات من الانبوكس كل يوم. في جمله بتقول A change is a result of an action and action is a result of a decision. يعني انت اي تغيير عايز تعمله في نفسك لازم يبتدي بفعل، واي فعل علشان يبتدي لازم يبدا بقرار. القرار ده هيعود ليك انت، قرارك انت ان انت عايز تتغير. علشان صحتك النفسيه تكون احسن، وعلشان تبدأ تنجز حياتك بشكل أسرع، وعلشان تكون سعيد أكتر في حياتك، أنت محتاج من دلوقتي تبدأ تتخلص من الكراكيب اللي عندك. الحاجات المادية اللي أنت محتاج تتخلص منها أنت ممكن تبدأ تبيعها أو حتى تتبرع بيها. الحاجات العاطفية أنت تقدر تقعد مع حد من صحابك أو حد من أهلك علشان تخرج الكراكيب اللي جواك دي ليه. حتى الحاجات النفسية انت ممكن تبدأ تسامح نفسك على حاجة انت عملتها قبل كده ومش مخلياك عارف تعيش كويس. المهم ان انت تبدأ تاخد خطوة، وخليك فاكر ان في شوية كراكيب هتبدأ ترجع تاني في حياتك، بس هي دي الحياة. المهم ان انت تاخد قرارات سريعة ان انت تتخلص منهم اول باول.
لو وصلت لحد هنا فالموضوع عاجبك وانت محتاج فعلا تاخد قرار ان انت تبدا تتخلص من الكراكيب بتاعتك، هسيب لك تحت في الديسكريبشن بوكس لينكس تقدر تقرا فيه اكتر عن كل انواع الكراكيب، ازاي تتخلص من كل نوع في حياتك، وازاي تاخد خطوه، وازاي تبقى احسن بعد كده. بس كده، لو عجبك الفيديو دوس لايك واشترك في القناه. اشوفكم في فيديو جديد علشان نبقى احسن.